بعد أن طلع آدم لايف وأخبر الجميع أنه لم يحب وجدان أبدا، لا داخل البرنامج ولا خارجه، وأنه كان يمثل فقط. غضب منه كثير من الفانز وسحبوا منه الفولو، خصوصا الفانز المغربي الذي أحب علاقته مع بنت بلدهم وجدان، واعتبروه بعد هذا التصريح مخادعا ومنافقا بعد أن أوهمهم بقصة حبه لوجدان. أحبوا هذه القصة واقتنعوا بها وصدقوها، والآن يفاجئهم بهذا التصريح الذي لم يكن على بالهم أبدا. آدم بعد تصريحاته وخسارته لكثير من الفانز قرر أن يطلع لايف مرة أخرى ويبرر الكلام الذي قاله. طلع مع سيف محلل برنامج قسمة ونصيب، الذي هو أيضا استغرب من هذا التصريح الذي جاء متأخرا. آدم برر ذلك أن برنامج قسمة ونصيب 3 قد بدأ وانتهت مدة صلاحية عقده مع البرنامج، وبما أنها انتهت قرر أن يخبر الحقيقة التي أخفاها عن الجميع. يا آدم، إذا كنت خائفا من إدارة البرنامج، لماذا أثناء عرض البرنامج كنت تطلع لايف وتمثل وتكذب علينا بقصصك مع وجدان؟ كان لك من الأحسن أن تلتزم الصمت ولا تحكي عن حكايات لا وجود لها. مثلا من بين الحكايات حكايات وجدان لما كانت ستعود للمغرب بعد انتهاء البرنامج، وأنها لم تلحق الطيارة، وأنك كنت فرحا جدا لأنها ستبقى معك. تناقض كبير في كلامك. أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. رحنا على المطار باسطنبول، بتعرفوا في مطارين، رحنا على المطار على اساس انه نروح نشوف. قاعدين نطلع انا وجدان، الصبايا مريانه كانت وكان ميا وطارق بالسياره قاعدين عم يستنوني، وانا نزلت انا ووجدان. نزلنا قاعدين نطلع بالشاشات، وين الجيت وين الجيت وين الجيت، ما لقينا الاسم، ما لقينا التذكره كلها، ما لقينا الطياره كلها. احنا سالنا انه طلع انه بمطار ثاني، طلعت بمطار ثاني. انا هون فرحتي مش عاطيها لانسان، فرحتي من الداخل، بس من برا بتطلعوا علي انه راحت عليك التذكره، زعلت، فهمتوا انه، بس انا من جوا فرحان. فجوجو بتطلع علي بتقول لي يلا. على فكره قبل ما تروح كانت بتبكي، زعلانه انه بدها تسافر. فانا طلعت فيها انه يعني ما لسه خيان فيها، بس لما راحت التذكره حسيتها هي كمان فرحت. وبالنسبه للعقد، فطارق صديقك أخبر الجميع بعد انتهاء البرنامج بفترة قليلة أنه هو ومايا كانا متفقان مع بعض. لماذا لم تقل حقيقة عندما قالها طارق، عوض أن تترك العنان لخيالك الواسع وتحكي لنا قصصا عنك وعن وجدان ولا نعلم إن كانت حقيقية أم لا؟ في أشياء ثانية أنا موقع عليها عقد، عشان هيك ما بقدر أحكيها. فأنا تقريبا خلصت مدة العقد تاعي ونعرض السيزن 3، تمام، خلصنا من كل شيء، ما ضل شيء. فما ضل عندي أي شيء يمنعني إني أنا أحكي الصراحة، أحكي الحق اللي أنا كنت فيه، أحكي الشيء الحقيقي للناس. هذا الذي جعل سيف محلل برنامج قسمة ونصيب أن يسأله سؤالا لم ينتظره ولم يخطر على باله، إذ قال له: إذا كان كل ما قلته كان تمثيلا، لماذا علاقتك مع زكية لم تقنعنا، لكن مع وجدان أقنعتنا كثيرا؟ سأله سيف هذا السؤال لأنه في قرارة نفسه لم يصدقه، وأنا سأترككم مع جواب آدم. أمانة آدم صراحة يعني مع زكية ما كنت مقنع للأمانة، بس مع وجدان كنت مقنع. شو أقول لك يا بصراحة، أنت بتحب صراحتي. أنا أحكي لك مع وجدان أنت صدمتني لما أنا وصلني الخبر، لأنه أتقنت الدور للأمانة. مع زكية لا، ما أحكي لك إياه. مع زكية على فكرة يعني هذا الكلام ما بعرف، زكية يمكن ما تحب إني أنا أحكي فيه لأنه خلاص القصة مرقت وراحت. بس مع زكية لما بديت
ما قدرنا نتفق على نقاط معينه، عرفت؟ يعني احنا بدانا هي فاهمه اني انا بمثل وانا فاهم انه هي يعني حابه انه تقدم شيء، يعني ما اتفقنا على نقاط معينه، بينما مع الطرف الاخر اتفقنا. فلما بيكون في اتفاق ما بين الطرفين فبيكون في تنسيق، بيطلع كاركتر بيعجب المشاهد. ولم يكتفي بهذا فقط، بل صرح مؤخرا أنه قال لأحد طاقم البرنامج أنه لم يأتي للبرنامج لكي يحب، هو يبحث عن الشهرة فقط، لأنه طبعا ممثل. وكذلك بإمكانه أن يحب واحدة خارج البرنامج من بيئته تناسبه أكثر. لما دخلت البرنامج أنا حكيت إنه لحدا معين من طاقم البرنامج إنه اسمع، أنا إنسان قادر إني أحب برا، إيش اللي يخليني أجي لبرنامج أحب بهذا البرنامج؟ وممكن الأشخاص اللي يجيبوا لي إياهم ما يتناسب معي، لا ثقافيا لا عقليا لا فكريا لا كستايل حتى. أقول لك يا آدم، ربما أن تفكيرك في الأول كان هكذا، لكن في وسط البرنامج وقعت في فخ الحب الذي يدخل للقلب دون استئذان. وحصلت مع الكثير بما فيهم داني وجيهان، مشتركة قسم ونصيب 1. أحب بعضهما في البرنامج رغم أن دخولهما كان للشهرة، خصوصا من طرف جيهان لأنها ممثلة في بدايتها، والبرنامج سيشهرها ويعطيها فرص كثيرة للتمثيل. تخلت عن كل هذا وأحبت وارتبطت بداني. كذلك أيضا ريم غزالي، أظن أنكم تتذكرونها. ريم غزالي التي كانت في ستار أكاديمي 2 دخلت للغناء والشهرة، لكنها أحبت زميلها بشار وتزوج بعد البرنامج ولهما ولدين الآن. وكذلك قسم ونصيب التي كانت تعرض قبلا، نوال المغربية، حتى هي تزوجت بالسوري نسيت اسمه، تزوج بالفعل ولحد الآن متزوجان ويعيشان في ألمانيا ولهما بنتين. فتبريرك يا آدم لم يقنعنا، كنا نتمنى لو صمت وسكت، لأننا كنا نراك شهما ورجلا عندما كنت تعبر بحبك لوجدان. تأتي الآن وتقول لنا إني كنت أمثل عليكم. هدمت تلك النظرة الجميلة التي كنا نراك بها. كنت تظن أنك بهذا التصريح شأنك سيعلى وترد الاعتبار لنفسك بعد أن اعتبر الكل حبك لوجدان كان من طرفك فقط. وأختم كلامي وأقول لك يا آدم، تصرفاتك بالفعل صبيانية. وهنا حبايبي سأترككم، وأتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، ولا تنسوا طبعا لايك واشتراك وتعليق وتفعيل جرس ليصلكم كل ما هو جديد. ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.